بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة نحل مع بعض تدريبات على أول درسين في مادة الجغرافيا الوحدة الأولى، وأول درسين في مادة التاريخ الوحدة الثالثة. طيب، معانا أول تدريب. أول سؤال الجغرافيا. رقم 1: أمامك خريطة للعالم، أكتب حسب المطلوب. طبعا دي خريطة للعالم، هنا قارة آسيا، هنا قارة أوروبا، قارة أفريقيا، تحت هنا قارة أستراليا، فوق قارة أمريكا الشمالية، قارة أمريكا الجنوبية، تحت خالص القارة القطبية الجنوبية انتاركتيكا، هنا المحيط الهادي، هنا المحيط الهادي، تحت هنا المحيط الهندي، في الوسط هنا المحيط الأطلنطي. المحيط الأطلنطي بيقع غرب قارة أفريقيا، وإلى الشرق من قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية، فوق خالص المحيط القطبي الشمالي. طبعا تحت بردك هنا المحيط القطبي الجنوبي. طيب، أول سؤال، الرقم 4 يمثل، رقم 4 هنا ده بيمثل المحيط الهندي. رقم 2: قارة يوجد بها أعلى جبال العالم تحمل رقم. طبعا قارة آسيا بيوجد بها أعلى جبال العالم، هي جبال الهيمالايا، اللي بيوجد بها أعلى قمة في العالم، قمة إيفرست. طيب، السؤال رقم 3: المنطقة المشار إليها برقم 7. المنطقة المشار إليها برقم 7، طبعا هنا دي قارة أمريكا الشمالية. رقم 7 دي طبعا هضبة ليبرادور. طبعا قارة أمريكا الشمالية يوجد في الشمال الشرقي من قارة أمريكا الشمالية هضبة ليبرادور، وفي الجنوب القارة بيوجد هضبة المكسيك، جنوب القارة بيوجد هضبة المكسيك. طيب، بعد كده رقم 4، الرقم 2، رقم 2 هنا دي قارة أوروبا. رقم 2 يمثل سهلا فيضيا يسمى، طبعا قارة أوروبا بيوجد فيها السهل الأوروبي العظيم، السهل الأوروبي العظيم. طيب، رقم 5 بحر أرافورا يمثله الرقم. طبعا بحر أرافورا هنا بيوجد في الشمال من قارة أستراليا، هنا بحر أرافورا، بحر أرافورا. طيب، السؤال الثاني: بما تفسر. 1: ضيق السهول الساحلية الشرقية في قارة أستراليا. طبعا ضيق السهول الساحلية الشرقية بقارة أستراليا، طبعا ده بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير من ساحل المحيط الهادي، يبقى بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير من ساحل المحيط الهادي. طيب، السؤال الثاني: بما تفسر قلة الموانئ الطبيعية بسواحل. طبعا بسبب قلة تعاريج السواحل. احنا عارفين ان الموانئ الطبيعية بتكون موجودة بكثرة في قارة أوروبا، طبعا بسبب طبعا تعرج السواحل. أما الموانئ الطبيعية بتقل بسواحل قارة أفريقيا، ده بسبب قلة تعاريج السواحل. طيب، السؤال رقم ج: ما العلاقة بين نهر النيل وهضاب شرق ووسط أفريقيا؟ إيه العلاقة بين نهر النيل وهضاب شرق ووسط قارة أفريقيا؟ طبعا احنا عارفين ان بتنبع روافد نهر النيل من هضبة الحبشة أو هضبة أثيوبيا، اللي بتكون ممتدة في شرق قارة أفريقيا. يبقى هضبة الحبشة هضبة أثيوبيا موجودة في شرق قارة أفريقيا، وهضبة البحيرات الاستوائية الممتدة في وسط قارة أفريقيا. يبقى هضبة الحبشة اللي هي هضبة أثيوبيا اللي في شرق قارة أفريقيا، وهضبة البحيرات الاستوائية اللي موجودة في وسط قارة أفريقيا، هما الاثنين بتنبع منهم روافد نهر النيل. يبقى دي العلاقة بين نهر النيل وهضاب شرق ووسط أفريقيا. طيب، بعد كده السؤال رقم 2: ألف، اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1: أكبر بحر مغلق في العالم. جايب اختيارات: البحر المتوسط، البحر الأحمر، البحر الكاريبي، بحر قزوين. طبعا احنا عارفين بحر قزوين ده في قارة آسيا، بحر قزوين في قارة آسيا. يبقى أكبر بحر مغلق في العالم هو بحر قزوين. طيب، 2: تمر بقارة أمريكا الشمالية دوائر عرض رئيسية هي. جايب اختيارات: دائرة الاستواء، مدار السرطان، ولا مدار الجدي والدائرة القطبية الجنوبية، ولا مدار السرطان والدائرة القطبية الشمالية، ولا مدار السرطان ومدار الجدي. طبعا بتمر بقارة أمريكا الشمالية دوائر عرض رئيسية هي مدار السرطان، ده بيمر في جنوب القارة، والدائرة القطبية الشمالية بتمر في شمال قارة أمريكا الشمالية.
طيب السؤال رقم 3، أطول أنهار قارة أوروبا نهر. طبعا أطول أنهار قارة أوروبا نهر الفوليجا، نهر الفوليجا. طيب السؤال رقم 4، تقع هضبة نقط في شمال أمريكا الجنوبية. طبعا بتقع هضبة جيانا في شمال قارة أمريكا الجنوبية. احنا عارفين قارة أمريكا الجنوبية أهم الهضاب اللي موجودة فيها هضبة جيانا موجودة في الشمال، هضبة البرازيل اللي بتعتبر أكبر هضاب قارة أمريكا الجنوبية موجودة في شرق القارة، هضبة باتاجونيا أصغر هضاب قارة أمريكا الجنوبية موجودة في جنوب القارة. يبقى تقع هضبة جيانا في شمال قارة أمريكا الجنوبية. طيب السؤال رقم 5، أوسع سهول فيضية في العالم سهول حوض نهر. جايب اختيارات: نهر الأمازون، نهر الميسيسيبي، نهر النيل، نهر الكونغو. طبعا أوسع سهول فيضية في العالم سهول حوض نهر الأمازون. طبعا سهول حوض نهر الأمازون موجودة في قارة أمريكا الجنوبية، بتكون أوسع سهول فيضية في العالم، بيجري فيها نهر الأمازون بروافده العديدة وبيصب في المحيط الأطلنطي. طيب السؤال رقم 6، تشغل هضبة نقط معظم مساحة إسبانيا. طبعا بتشغل هضبة الميزيتا معظم مساحة إسبانيا. طبعا هضبة الميزيتا اللي بتقع في قارة أوروبا، وكمان هضبة فرنسا الوسطى بتقع في قارة أوروبا، لكن هضبة الميزيتا هي اللي بتشغل معظم مساحة إسبانيا. طيب بعد كده السؤال رقم ب، ما المقصود بالموقع الجغرافي؟ طبعا الموقع الجغرافي يعني موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار ومحيطات وقارات أو دول مجاورة. يعني موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار ومحيطات وقارات أو دول مجاورة. السؤال رقم ج، في أي القارات تمتد الأنهار الآتية وأين تصب؟ جايب نهر أوريانيكو، نهر النيجر، نهر السند. طبعا نهر أوريانيكو ده في قارة أمريكا الجنوبية، بيصب في المحيط الأطلنطي. نهر النيجر ده موجود في قارة أفريقيا، بيصب في خليج غينيا. نهر السند ده موجود في قارة آسيا، بيصب في البحر العربي ومنه إلى المحيط الهندي. طيب كده سؤال الجغرافيا خلص معانا، هندخل مع بعض نحل على سؤال التاريخ. سؤال رقم 3، ألف، اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1، فقدت دولة المماليك أهميتها كوسيط تجاري بسبب جايب اختيارات: أول حاجة الكشوف الجغرافية، 2 معركة ديو البحرية، 3 معركة الريدانية، 4 اضطراب الأمن. طبعا فقدت دولة المماليك أهميتها كوسيط تجاري بسبب الكشوف الجغرافية، وطبعا كان من أهمها اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح اللي اتحولت إليه طريق التجارة، ففقدت دولة المماليك طبعا أهميتها كوسيط تجاري بسبب الكشوف الجغرافية. السؤال الثاني، تفوقت الطبيعة الجغرافية على الأسلحة الحديثة في حروب نابليون في الإسكندرية ولا إمبابة ولا الصعيد ولا عكا؟ طبعا في الصعيد بسبب طول الوادي واستخدام طبعا أهالي الصعيد لحرب المناوشات. سؤال رقم 3، بادر السلطان العثماني سليم الأول في الصدام مع المماليك عن طريق الاستيلاء على، طبعا الاستيلاء على إمارة ذي القادر. سؤال رقم 4، أعاقت مطالب إنجلترا خروج الحملة الفرنسية من مصر أثناء اتفاقية العريش ولا أثناء عودة ولا بعد عودة نابليون من الشام ولا أثناء حصار عكا ولا بعد تولية مينو؟ طبعا أعاقت مطالب إنجلترا خروج الحملة الفرنسية من مصر، ده كان أثناء اتفاقية العريش. طبعا اتفاقية العريش كانت عام 1800 ميلاديا، كانت بين الفرنسيون والعثمانيين. كانت أسبابها لما طبعا عندما أدرك كليبر استحالة بقاء الحملة في مصر في ظل الأخطار اللي كانت بتهدد وجودها. كان من أهم شروطها هو خروج الحملة الفرنسية بجنودها إلى فرنسا على نفقة الدولة العثمانية، وكان من أهم نتائجها أنها فشلت المعاهدة ولم تخرج الحملة من مصر. ده كان بسبب رفض الحكومة البريطانية الاتفاق والمطالبة باستسلام الجيش الفرنسي كأسر حرب، فطبعا رفض كليبر ان هم يستسلموا كأسر حرب، وبدأ ان هو يهاجم القوات العثمانية بعد ان سمح طبعا لهم بالدخول الى القاهرة.
يبقى ده أهم أسباب وأهم شروط ونتائج اتفاقية العريش اللي كانت عام 1800 ميلادية. طيب السؤال رقم ب: ما النتائج التي ترتبت على فشل حركة علي بيك الكبير الاستقلالية بمصر؟ طبعا النتائج اللي ترتبت على فشل حركة علي بيك الكبير الاستقلالية بمصر، أول حاجة ترتب على ذلك عودة مصر ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد محمد بيك أبو الدهب. يبقى أهم النتائج اللي ترتبت على فشل حركة علي بيك الكبير الاستقلالية بمصر عودة مصر ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد محمد بيك أبو الدهب. طيب السؤال الثاني: ما النتائج التي ترتبت على تحطيم الأسطول الفرنسي في معركة أبي قير البحرية عام 1798 ميلادية؟ طبعا ترتب على ذلك أول حاجة حصار الأسطول البريطاني لشواطئ مصر الشمالية، مما أدى إلى القضاء على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط. تاني حاجة حرمان الحملة الفرنسية من إمدادات فرنسا لها. 3 شعور الجنود الفرنسيين بأنهم محاصرون داخل مصر. آخر حاجة بقى هو توقف حركة التجارة الخارجية لمصر. يبقى ده النتائج اللي ترتبت على تحطيم الأسطول الفرنسي في معركة أبي قير البحرية عام 1798 ميلادية. طيب السؤال بعد كده رقم ج: دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية: لم تكن الحملة الفرنسية على مصر مجرد حملة عسكرية للغزو والاحتلال. طبعا الحملة الفرنسية على مصر ما كانتش حملة طبعا عسكرية للغزو والاحتلال فقط. ده طبعا لأن نابليون بونابرت اصطحب معاه مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون. كمان عمل نابليون على تطوير نظم الحكم والإدارة. ثالث حاجة اهتم الفرنسيون بوضع مشروعات إصلاحية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. طبعا زي الأهم الحاجات اللي اهتم بيها جنود الحملة الفرنسية، طبعا اهتموا بالزراعة زي تنويع المحاصيل الزراعية والاهتمام بمشاريع الري وفي الصناعة من خلال انهم قاموا بإنشاء مصانع للنسيج وبعض الصناعات الدقيقة والدباغة وصناعة حروف الطباعة. كمان في التجارة من خلال انهم قاموا بفتح أسواقا لمصر في بلاد البحر الأحمر ودارفور في السودان والحبشة وبلاد شمال أفريقيا. كمان اهتموا بالصحة العامة، إنشاء المحاجر الصحية في القاهرة والعديد من المدن الأخرى. دي طبعا أهم النتائج أو الآثار الإيجابية اللي اهتم بيها نابليون بونابرت أثناء حملته على مصر. يبقى لم تكن مجرد حملة عسكرية، لكنها كمان طبعا كانت حملة اهتمت بأحوال مصر الداخلية. طيب السؤال بعد كده السؤال رقم 4: أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1: تمكن السلطان العثماني سليم الأول من هزيمة الصفويين في معركة جالدريان. طبعا الإجابة صحيحة. 2: أبحرت الحملة الفرنسية من ميناء طولون متجهة إلى مصر. طبعا أبحرت الحملة الفرنسية من ميناء طولون في فرنسا متجهة إلى مصر. ده الإجابة صحيحة. رقم 3: وضع كليبر خطة إصلاح اقتصادية لمصر أثناء وجود الحملة بها. طبعا خطأ. اللي وضع خطة إصلاح اقتصادية لمصر أثناء وجود الحملة بها هو كان القائد مينو. طيب السؤال رقم ب: قارن بين معركة مرج دابك ومعركة إمبابة من حيث الأطراف والنتائج. طبعا معركة مرج دابك كانت في الشام في شهر أغسطس عام 1516 ميلادية. معركة إمبابة كانت بالقرب من القاهرة في شهر يوليو عام 1798 ميلادية. طيب معركة مرج دابك أهم الأطراف كانت بين العثمانيون بقيادة سليم الأول ضد المماليك بقيادة السلطان الغوري. أهم نتائج معركة مرج دابك هزيمة المماليك وانتصار العثمانيين. تاني نتيجة هي أن أصبحت الشام تحت الحكم العثماني. يبقى دي بالنسبة لمعركة مرج دابك. طيب بالنسبة لمعركة إمبابة أهم الأطراف كانت المماليك ضد قوات الحملة الفرنسية. طبعا الحملة الفرنسية كانت بقيادة نابليون.
النتائج طبعا: هزيمة المماليك وفرار كل من مراد بيك إلى الصعيد، وإبراهيم بيك ومعه الوالي العثماني إلى بلاد الشام. يبقى دي مقارنة بين معركة مرج دابك ومعركة إمبابة من حيث الأطراف وأهم النتائج. طيب بعد كده السؤال، آخر سؤال بقى في التدريب الأول: ما العلاقة بين الحملة الفرنسية وموقع مصر الجغرافي؟ طبعا الحملة الفرنسية وموقع مصر الجغرافي، من أهم نتائج الحملة الفرنسية على مصر أنها وجهت أنظار الدول الأوروبية خاصة إنجلترا لأهمية موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي. طيب ده بالنسبة للتدريب الأول. طيب معنا التدريب الثاني. أول سؤال برضك سؤال الجغرافيا. 1 أمامك خريطتان لقارتي قارة أفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية. طيب أول حاجة في قارة أفريقيا، هنا جايب 1 دائرة عرض إيه؟ هنا 1 في جنوب قارة أفريقيا. طبعا دي دائرة عرض مدار الجدي اللي بيمر بجنوب قارة أفريقيا، ودائرة الاستواء بتمر طبعا في وسط قارة أفريقيا. طيب 2 هضبة إيه؟ هنا هضبة أثيوبيا. طيب 3 جبال هنا فوق في الشمال، اتجاه الغرب، الشمال الغربي، هنا دي جبال أطلس. خلاص. طيب الخريطة التانية، هنا دي قارة أمريكا الجنوبية، دائرة عرض فوق خالص، دائرة عرض الاستواء. طيب رقم 5 هنا دي هضبة البرازيل. طبعا احنا عارفين أهم الهضاب اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية زي ما قلنا هضبة جيانا في الشمال، وهضبة البرازيل اللي بتكون أكبر هضاب القارة، وهضبة باتاجونيا أصغرها في الجنوب. يبقى فوق في الشمال هضبة جيانا، هنا هضبة البرازيل أكبر هضاب القارة، وتحت هضبة باتاجونيا. طيب بعد كده 6 هنا جبال الإنديز اللي موجودة في غرب قارة أمريكا الجنوبية. طيب بعد كده السؤال ب، اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 تقع هضبة الدقن في وسط الصين ولا شبه الجزيرة العربية ولا الهند ولا إيران؟ طبعا هضبة الدقن اللي موجودة في قارة آسيا، هضبة الدقن موجودة في قارة آسيا، بتقع في دولة الهند، في وسط الهند. 2 تمتد جبال نقط في شمال إسبانيا. طبعا بتمتد جبال البرانس في شمال إسبانيا في قارة أوروبا. طيب رقم 3 تقترب قارتي أوروبا وأفريقيا عند مضيق. قارتي أوروبا وقارة أفريقيا الاتنين بيقتربوا عند مضيق باب المندب ولا جبل طارق ولا البسفور ولا هرمز. طبعا بيقتربوا عند مضيق جبل طارق. 4 تصب أنهار سهول سيبيريا في المحيط. طبعا أنهار سهول سيبيريا نهر أوب ونهر ينسي ونهر لينا، ال3 بيصبوا في المحيط القطبي الشمالي. 5 تتكون قارة أستراليا من مجموعة جزر، منها جزيرة جايب مدغشقر، أيسلندا، سومترا، تسامانيا. طبعا جزيرة تسامانيا. رقم 6 يقع البحر الكاريبي شمال قارة. طبعا البحر الكاريبي بيقع شمال قارة أمريكا الجنوبية، البحر الكاريبي بيقع شمال قارة أمريكا الجنوبية. طيب السؤال رقم 2 ألف، أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة مع التصويب. 1 تعد قارة أوروبا أكبر قارات العالم مساحة. طبعا قارة آسيا، يبقى خطأ، قارة آسيا هي تعتبر أكبر قارات العالم في المساحة. 2 توجد جبال روكي في شرق أمريكا الشمالية. طبعا خطأ، توجد جبال روكي في غرب قارة أمريكا الشمالية، بينما توجد جبال الأبلاش في غربها. طبعا خطأ، بتوجد جبال الأبلاش في شرق قارة أمريكا الشمالية. يبقى توجد جبال روكي في غرب أمريكا الشمالية، بينما توجد جبال الأبلاش في شرق قارة أمريكا الشمالية. 3 من الجزر التابعة لقارة آسيا جزر الفلبين. الإجابة صحيحة. طيب بعد كده السؤال رقم ب، ما النتائج المترتبة على وقوع قارة انتاركتيكا في أقصى جنوب الكرة الأرضية؟ طبعا ترتب على ذلك أن أصبحت قارة متجمدة وغير مأهولة بالسكان. يبقى أصبحت قارة انتاركتيكا قارة متجمدة وغير مأهولة بالسكان.
طيب بعد كده السؤال رقم ج، صنف الظواهر الآتية حسب طبيعتها الجغرافية ثم انسبها للقارة الموجودة بها. جايب تروس، طبعا تروس دي جبال، كلينشو ده سهل صحراوي، ميري ودارلينج دي أنهار. طيب يبقى جاب تروس دي جبال في قارة آسيا، كلينشو ده سهل صحراوي موجود في قارة أفريقيا، ميري ودارلينج دي أنهار موجودة في قارة أستراليا. طيب يبقى احنا كده خلصنا سؤال الجغرافيا. سؤال التاريخ 3 ألف، اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أصبح نقط الحاكم الفعلي لمصر عام 1768 ميلاديا. جايب تومان باي، علي بيك الكبير، محمد بيك الألفي، محمد بيك أبو الدهب. طبعا أصبح علي بيك الكبير الحاكم الفعلي لمصر عام 1768 ميلاديا، طبعا بعد ما قام بحركة علي بيك الكبير الاستقلالية، واستقل علي بيك الكبير بحكم مصر وصار الحاكم الفعلي لها عام 1768 ميلاديا. طبعا وقام بالتحالف مع الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام، وقام بإخضاع الحجاز لنفوذه. كمان قام بإرسال نائبه محمد بيك أبو الدهب لغزو الشام واستطاع دخول دمشق، لكن طبعا انحاز محمد بيك أبو الدهب إلى السلطان العثماني واتفق معه ضد علي بيك الكبير، لذلك فشلت حركة علي بيك الكبير وأعادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد محمد بيك أبو الدهب. طيب السؤال بعد كده 2، رحل نابليون من مصر تاركا الحملة الفرنسية بعد معركة. طبعا رحل نابليون من مصر تاركا الحملة الفرنسية بعد معركة أبيقير البرية اللي كانت عام 1799 ميلاديا. طيب بعد كده 3، قتل سليمان الحلبي القائد، قتل سليمان الحلبي القائد طبعا كليبر، يبقى قتل سليمان الحلبي القائد كليبر. رقم 4، صارت مصر ولاية عثمانية بعد معركة، طبعا معركة الريدانية، يبقى صارت مصر ولاية عثمانية بعد معركة الريدانية اللي كانت عام 1517 ميلاديا. طيب بعد كده سؤال رقم 5، العامل المشترك في التدهور الاقتصادي نهاية حكم المماليك وأثناء الحكم العثماني. ده طبعا ده لمصر كان بسبب افتقاد الأمن ولا الكشوف الجغرافية ولا نظام الالتزام ولا الامتيازات الأجنبية. ده كان بسبب الكشوف الجغرافية زي ما قلنا، اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. رقم 6، فشلت القوات الفرنسية في فتح عكا بسبب طبعا فشلت القوات الفرنسية في فتح مدينة عكا، ده كان بسبب مساعدة الأسطول الإنجليزي لأهل مدينة عكا. السؤال رقم ب، بما تفسر 1، تدهور الزراعة في مصر أثناء الحكم العثماني. ده طبعا كان بسبب كثرة الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية وتعسف وظلم الملتزمين في جمعها. تاني حاجة بسبب إهمال الطبقة الحاكمة لتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع. يبقى ده كان بما تفسر تدهور الزراعة في مصر أثناء الحكم العثماني، زي ما قلنا بسبب كثرة الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية وتعسف وظلم الملتزمين في جمعها. تاني نقطة بسبب إهمال الطبقة الحاكمة لتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع. طيب بعد كده بما تفسر فشل القوات الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد. طبعا بسبب اتباع أهالي الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقة التي أنهكت قوة الفرنسيين نظرا لطول الوادي. طيب السؤال رقم 3، بما تفسر اهتمام نابليون بإنشاء الدواوين في مصر. ده طبعا كان بهدف تدريب الأعيان والعلماء المصريين على نظام مجالس الشورى، ومن حيث طبعا الاستشارة وتلقي الآراء فيما يعود على الأهالي بالنفع العام في المجالات المختلفة. طيب بعد كده السؤال رقم ج، ماذا كان يحدث إذا نجحت فرنسا في الانتصار على التحالف الأوروبي ضدها قبل موقعة أبيقير البحرية قبل موقعة أبيقير البرية؟ ماذا كان يحدث إذا نجحت فرنسا في الانتصار على التحالف الأوروبي ضدها قبل موقعة أبيقير البرية؟ طبعا كان لن يعود نابليون سرا إلى فرنسا ولن يتولى كليبر أمر الحملة. طيب بعد كده عندنا السؤال رقم 4،
إلى من تنسب الأعمال الآتية. واحد، اشتد في فرض مزيد من الضرائب ومصادرة الأموال بعد ثورة القاهرة الثانية 1800 ميلاديا. ده طبعا كان كليبر. طيب، اتنين، قاد المقاومة ضد قوات الحملة الفرنسية في الإسكندرية فأعدم رميا برصاص. ده كان محمد قريم. تلاتة، أعلن نفسه الحامي الوحيد للحرمين الشريفين بعد استيلائه على أراضي الدولة المملوكية. ده كان طبعا السلطان سليم الأول. طيب، السؤال رقم ب، دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. واحد، كان للحملة الفرنسية أثارا إيجابية على التجارة المصرية زي ما احنا لسه قايلين، من خلال فتح أسواقا لمصر في بلاد البحر الأحمر ودارفور في السودان والحبشة وبلاد شمال أفريقيا. طيب، اتنين، دلل على صحة العبارة. اتسمت الحياة الفكرية والثقافية في مصر أثناء العصر العثماني بالجمود والتخلف، طبعا حيث اهتزت مكانة الأزهر العلمية في ذلك الوقت، ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية والرياضية والطبيعية، واقتصر الاهتمام على العلوم الشرعية فقط. تاني حاجة، تدهورت الحياة الأدبية. تلاتة، انتشر الجهل والدجل والشعوذة والخرافات. ده طبعا كان في عهد العصر العثماني اللي اتسمت فيه الحياة الفكرية والثقافية بالجمود والتخلف. طيب، احنا كده نكون خلصنا مع بعض حل تدريبين ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. كانت معاكم مس أماني علي. تابعوني، والسلام عليكم ورحمة الله.